بلاش السقف جبسون بورد والورده الملفوفه المدهونه موف من الطروف، بلاش من النبي الحاجات انت دي. لون موف عامل لك ايه؟ اصل انا كل ما افتح حد عامل جبسون بورد الاقيه دهن المرايه بتاعته موف، انا مش عارفه بجد ما صدفتش معاكي. وكلها سبوتات بقى، يعني كفايه انها ورده وكمان مليانه سبوتات، فادي بقى يعني الدنيا بتبقى زحمه قوي. اديله. اختاري الوان دهان هاديه وبسيطه للشقه كلها، زي الابيض، الاوف وايت، الفانيلا، الحاجات اللي هي الهاديه دي في الشقه كلها. بتبقى انت مش مكرره هتعملي الركنه لونها ايه، اوضه النوم ايه، ولا الاطفال ايه. فالالوان المحايده بتفرق معاكي جدا، ان انت بتخليكي تخشي كده المحل تختاري اي حاجه عينك تقع عليها بتقدري تشتريها. طب عايزه اغير لون في اي اوضه او في اي حاجه يبقى في الديكور بتاعها او في كورنر، بس بقيه الاوضه مع جو الشقه كلها. اوضه الليفنج بقى بالذات هي اللي لازم يبقى لونها محايد وهادي وما فيهاش تفاصيل كتير، لان اوضه الليفنج دي على طول بتبقى قعدتنا وحاجه في ايدي حطها على الترابيزه وجورنان بنقراه ومش عارفه ايه، تبقى دوشه كده، فمش مستحله يعني مش مستحمله مش مستاهله. مش مستحمله ان انا احط ديكورات تاني وحاجات تاني كتير قوي وتبقى دوشه يعني، فنهدي الحيطه شويه. الجبسن بورد لازم ناخد بالنا منه من مسافاته. احنا اهم حاجه عندنا المساحه من الارض للسقف طولها قد ايه. لو عندي الارتفاع ده قليل يبقى يفضل ما اعملش جبسن بورد. ممكن تعمليه اللي هو رفيع، ما تعمليش بقى اللي هو السميك قوي ده. ما نكترش المسافه ما بين السقف والجبس، نخليها قليله لو عايزين نعمل. وفي دلوقتي الفيوتك اللي هو الكورنيشه دي ممكن ان احنا نعملها بابعاد معينه، ان احنا نبعد عن الحيطه ونحط فيها الليد وهتبقى زيها زي بيت الجبسن بورد نور او كده. ما تعمليش الجبسن بورد فيه الوان عشان بجد بيبقى شكله مش لطيف ولا احسن حاجه خالص. اعمليه زي ما قلت لك، الحوائط هاديه بيبقى الجبسن بورد هادي واخد من نفس الميه، يعني ممكن تعملي اول بيج الفانيلا مع الحيطه، لكن ما تبقيش عامله الحيطه لون ولا ايه، عامله المرايه في حته كده جوه الجبس بيقولوا عليها مرايه، يقولوا لك لا دي اعمليها لون، اعمليها موف، اعمليها اصفر. طبعا ما تعمليش الكلام ده كله، اعمليها باللون المحايد اللي انت دهنه بيه. يفضل ان الجبسن بورد ابيض عموما، السقف عموما يبقى ابيض. تمام، وده هيديكي وسع للمكان وهيريح عينك وهينور لك المكان. لا بلاش الزحمه الكتير، وكل ما الشكل قليل بيبقى سيمبل. ودلوقتي نازل موضه ان احنا نعمل شقوق كده في الجبسن بورد رفيع وجواها خط ليد كده، هو اللي عامل لنا الديكور يعني. بس زي الفيش لازم نعرف ارتفاع الكنبه فين بالظبط، عشان ما فيش واحده تستخبى ورا كنبه تنزل من تحتها. يعني ماشي هي مكانها مظبوط بس نزلت تحت ارتفاع الكنبه، يعني مش دخلت ورا ظهرها. واحده عاليه وواحده واطيه والسلوك بتبقى متشعلقه وباينه وواضحه كده. لا بتاعه التلفزيون نخليها ورا التلفزيون بالظبط عشان السلك ما يبقاش باين ومدلدل من تحت كده. وتعملي بتاعت ورا التلفزيون دي كذا واحده، بلاش تضطري ان انت تجيبي مشترك، يعني اعملي واحده للشاشه وواحده للريسيفر وواحده للراوت، يعني لو هتحطي حاجه تانية. هو ده اصلا في الشقه كلها توزيع الفيش لازم يبقى كويس عشان ما نحملش كله على فيشه واحده، لان اوقات توزيع التيار ما بيبقاش صح، بيسيح المشتركات والدنيا مش بتبوظ. صحيه عموما المشتركات، مش صحيه انا كلها. بقول لكم ايه، بيقف في زوري. واخر نصيحه واهم نصيحه معاكم، يعني هي اهم نصيحه. اولا مالكيش دعوه بشقه حد، مالكيش دعوه بتشطيب حد، مالكيش دعوه بالناس جايبه حاجتها بكام. كل واحد عنده يعني بادجت معينه، كل واحد يعني بيفرق معاه، اهله غير اهلك غير اهل فلان، يعني دي بتفرق جدا. ما تقوليش لا ده في نفس مستوانا، لا ده مش عارف ايه، انا المفروض ابقى زي ما كذا او كذا، لا مش مهم اصل بنت خالص. خالتي جابت مش عارفه ايه، اصل انا عايزه اعمل دي زي فلانه. مالكيش دعوه، ما تبصيش لحد، ارضي الرضا هيخلي لك حاجتك لو حاجه بسيطه قد هتحلو في كده. عينك. اه انا بشوف، شفتي الناس اللي بتبقى من كتر ما هي واثقه في نفسها، يعني بتبعت للناس انا حلوه عشان هي واثقه في نفسها. انت ما هتثقي في حاجتك الناس هتشوفها حلوه عشان انت واثقه فيها ومظبطاها ومنضفاها وحاطه عليها مفرش جميل وبتاع. لكن انت بقى هتفضلي باصه لسفره فلانه والركن علان، بصي عايزه اقولك هتشوفي حاجتك اوحش حاجه في الكون. حتى لو عملتي زيها بتاعتك هتبقى في نظرك وحشه. أيوة. وبعيدا عن هتقولي اصل كل ده الحته دي مش عارف ايه. بعيدا عن كل ده اهم حاجه النظافه وبعدين البساطه. واستنونا في فيديو جديد وحلقه جديده في فنون مع هبه. ما تنسوش اللايك والشير وفولو لصفحه بليز عشان يوصلكوا كل جديد. يلا باي. ما تقولي معايا. يلا باي. واحدة بتقولي هو واحدة فيكم اسمها فنون واحدة اسمها هبة، ولا انتوا بالظبط الاتنين كده. هبة؟ لو بتهزر بجد؟ والله كلام بجد.